إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجازات ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. برنامج إشراقة أمل إعداد مطير المطيري، تقديم محمد مزيد، سارة الصفار، تنفيذ دلال زيد، إخراج عبد الله الكندري. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج إشراقة أمل. اضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الأشخاص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي، كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك. وضيفنا اليوم في إشراقة أمل دكتورة وناشطة في مجال التوحد، استشاري في وزارة الصحة وأم لبطل من أبطال التوحد، كرست لحظاتها الجميلة مع ابنها من أجل تطوير حياته للأفضل، ولم تكتفي من عطائها المتجدد ولم تنسى أبدا أبنائها من ذوي الإعاقة في نشاطها على السوشيال ميديا في توعيتهم وإرشادهم في مجال التوحد. باسمكم مستمعينا الكرام نرحب بضيف حلقتنا اليوم، ضيف الحضور طبيب استشاري في وزارة الصحة الدكتورة هدى علي المهدي. دكتورة هدى، نرحب فيك في برنامج إشراقة أمل. يا هلا ومرحبا، ويسعدني جدا أني أكون ضيفة عندكم وأشكركم جدا. حياك الله والساعة المباركة، وأيضا نشكر تلبيتكم للدعوة للحضور اليوم لتسجيل هذه الحلقة حول فئة غالية على قلوبنا في هذه المرحلة وهذا المكان وهذا البرنامج الذي خصص لأن يكون إشراقة أمل لكل من يرجو الأمل في حياته. بداية يعني موضوعنا جدا حساس اليوم، وأيضا هي حالة موجودة في الكثير من أروقة الأماكن، سواء في المنازل وأيضا في العمل وأيضا في أماكن التعليم والتعلم، هي مرضى التوحد أو مريض التوحد. اليوم نقول يعني حالة بدأ العلم ينتبه لها، وبدأ أيضا الكثير من المجالات والناشطين في هذا المجال يميزون هذه الفئة ويحللون هذه الفئة، وأيضا يتكلمون عن مصطلحات تعنى بهذه الفئة. بداية، ما هو تعريفكم لمرض التوحد؟ بداية التوحد لا يعتبر مرض، وإنما يعتبر اضطراب بمعنى هو طبعا اضطراب نمائي، نسميه نمائي لأن المنطقة المسؤولة عن التطور الاجتماعي عند الطفل تكون غير مكتملة أو غير متطورة، لذلك إحنا نسميها المشكلة نمائية developmental disorder وليست مرض، لأن غالبا المرض يوجد له علاج، أما التوحد ليس له علاج، وإنما هو ممكن أنه يتحسن بعلاجات معينة سلوكية. نعم، يمكن من خلال وسائل الإعلام في أعمال السينمائية وغيرها من بعض أنواع الدعايات الخاصة في تشخيص بعض الحالات، قاعد نشوف مثلا مشاهد تمثيلية لمريض توحد أو مضطرب اضطراب التوحد، وقاعد نشوف الأمور يعني كنا مثلا ما تعاملنا مع هذه الحالة مثلا بشكل مباشر، وحضرتك
لأحد هذه الحالات، يا ريت لو تكلمينا عن هذه الحالة كونش تعاملتي معها بشكل مباشر. ما هي أهم الملاحظات، أهم الأمور اللي فيها الأم تكون على يقين أن هذا الابن قد يكون مصاب باضطراب التوحد، وخصوصا في الأيام الأولى والشهور الأولى من مراحل حياته؟ أوكي، بداية بس خليني أوضح، أنا ماني أخصائية، لأنك عشان تكون أخصائي وملم أو عارف في التوحد لازم يكون عندك مؤهل. أنا الله رزقني بفارس ولدي، هو حاليا عمره 25 سنة، وهو اكتشفت أنه هو عنده اضطراب التوحد من عمر تقريبا أقل من سنة. يمكن من بدأت ألاحظ تطوره أنه يختلف اختلاف كلي عن تطور أخوه. الحمد لله. أيضا هو الابن الثاني. هو الابن الثاني. كذلك أنا يمكن من نعمة الله علي أن أنا أعمل طبيبة عائلة. تخصص طب العائلة هو كذلك يعنى بمتابعة الأطفال، تطورهم الذهني وتطورهم كذلك البدني. لأن أنا عندي هذه الخلفية العلمية بهذا الموضوع، لاحظت أن فارس ولدي تطوره بالنسبة حق أقرانه مختلف، وهو كان يفتقد إلى الكثير من مهارات التواصل. طيب إحنا ودنا نعرف يعني بعض الملاحظات العامة اللي شاهدتيها وحسيت أن أمر غير طبيعي. طبعا كل طفل إحنا لما نيجي نفحص عليه في كل عمر زمني لا تطور معين. يعني على سبيل المثال بعمر شهرين نشوف إحنا عادة قبل التطعيم، بعمر شهرين في فحوصات معينة لازم تكون موجودة فيه، في عمر 4 شهور لازم تكون موجودة فيه، في عمر 6 شهور و8 شهور وهكذا. هذا احنا نسميه التطور الجسماني وكذلك التطور الذهني. مثل شنو؟ على سبيل المثال مثلا في عمر 4 شهور متوقع أن الطفل يبتدي يصير عنده تواصل بصري ويبتدي يبتسم. في عمر 6 شهور ل8 شهور المفترض أنه يكون عنده تواصل بصري، يبتدي يخاف من الغريب. بعدين طبعا بعمر سنة لازم يكون عنده حصيلة لغوية بسيطة ويكون يفهم بعض الأوامر. طبعا كل ما يبتدي يكبر كل ما إحنا نتوقع أن حصيلته اللغوية تكون أكبر. عمر 2 عمر 3 سنوات غالبا الحين الأمهات يدخلون عيالهم الحضانة بعمر 3 سنوات. في أكو بعض السلوكيات اللي أنا أتوقعها لطفل عمره 3 سنوات، منها أنه هو ما يكون لابس الحفاضة، منها أنه هو يقدر يطلب طلباته بمنتهى السهولة، أنه هو عنده بعض المهارات اليدوية أو ردود الأفعال الطبيعية. أكيد ردود الأفعال الطبيعية، أنه هو مثلا يخاف من الغريب، أنه هو قابل للتعلم. المشكلة أن لما يكون عندنا طفل عنده مشكلة تطورية يكون غير قابل للتعلم. أنا لما أتكلم عن التعلم أول شيء يبتدي في محيط الأسري، في محيط اللي حواليك. أوكي، الطفل شلون يتعلم؟ إنه هو يركز على اللي حواليه ويتعلم منهم. يعني شلون الطفل يقدر يتعلم الكلام؟ إنه يسمع أهله يركز عليهم، يسمع أهله يتكلمون، أهله يتفاعلون معه، فيكون ردود أفعاله هي التفاعل الإيجابي معهم. إنه هو يستجيب حق الكلام اللي ينقال له بأي عمر كان. الشغلة الثانية إنه هو يتفاعل مع أقرانه. يعني لما أنا أدخل الحضانة بعمر 3 سنين المفترض أنه هو يعرف يلعب مع أقرانه اللي بنفس العمر، كألعاب جماعية، يعني يكون فرد في جماعة مستجيب معاهم مثلا. بالضبط. كذلك في يكون عندهم سلوكيات متوقعة، أن مثلا الطفل إذا يبي شيء يقول أبي، يتكلم أو يقول أنا أبي. طفل التوحد ما عنده أبدا هذه الصفات اللي كنا نتكلم عنها والسلوكيات. الأمهات تبتدي تلاحظ بعض السلوكيات الغريبة. طيب عفوا، إذا كان يبي الشيء مثلا يعني هل ممكن يأخذه بشكل فجائي دون الطلب؟ لأنه هو عنده مشكلة في التواصل، والتواصل احنا نتكلم بالدرجة الأولى اللغة، التواصل اللغوي. إذا يبي شيء ما يعرف يعبر عنه فتيلة مثل احنا نسميها نوبة الغضب أو التانترم. عفوا دكتورة هدى، بس يعني كان ودنا أيضا نوضح بعض النقاط بالنسبة لي. ذكرتي بعض الأمور المتعلقة في اكتشاف يعني اضطراب التوحد، لكن ذكرتي عدة مميزات للإنسان الطبيعي جدا في حال الشعور واستجابة وردود الأفعال ومشاركة الجماعية وغيره، والنظرات والاستماع وغيره من الأمور الأخرى هذه. لكن اليوم بدنا نتكلم عن كيف أكتشف هذا الأمر وأكون على يقين أو شبه يقين أن هذا مصاب باضطراب التوحد. طبعا هي البداية الأم غالبا تلاحظ أن طفلها عنده مشكلة في التواصل. ولما نتكلم عن التواصل أول شيء التواصل هو اللغة، إنه ما في لغة. بس مثل ما قلت لك يعني إحنا كأطباء عائلة ممكن أنا ألاحظ الطفل هذا، يمكن الأم خاصة إذا كانت الأم بالنسبة لها هذا. عفوا دكتورة هدى، ما في لغة يعني ما في كلمات مفهومة؟ أي ما في كلمات مفهومة. إيماءات للطلب مثلا؟ إيه لا مو إيماء، لغة. يعني مثلا أنا أتوقع إن الطفل لما يصير عمره السنة يبتدي يصير عنده حصيلة لغوية، يطلب منها الأشياء البيسك، الأشياء الأساسية مثلا مسمياتها أو مثلا على الأقل ينادي أمه وأبوه
هو يعرف يقول ماما، يقول بابا. هذه من أوائل وأبسط الكلمات المفترض أي طفل يقولها. يقول ماما وبابا. بعدين تبتدي الحصيلة اللغوية تزيد. الحصيلة اللغوية شلون تزيد إذا كان الطفل يبتدي سمعه زين، ما عنده أي مشكلة بالسمع، تركيزه زين، ما عنده أي مشكلة بالتركيز، ونموه الذهني قاعد ينمو بطريقة طبيعية، فتبتدي يصير عنده حصيلة لغوية يقدر يتواصل فيها. الشغلة الثانية اللي هو يسمونه التفاعل الاجتماعي، اللي هو أو الذكاء الاجتماعي، له علاقة بمعرفة الناس اللي حواليه. يعني التواصل الاجتماعي إحنا نقصد فيه إنه مثلا يكون الطفل يعرف من اللي محيطه، يعني إنه هو يتفاعل مع محيطه، يتفاعل مع والده، والدته، اخوانه، أي شخص يكون معه في محيطه، يتعرف عليهم، يعرفهم، يبتدي يتعلم أشياء جديدة. المشكلة بالأطفال اللي عندهم اضطراب التوحد، عندهم مشكلة في الإدراك أو تعلم أشياء جديدة. هذه هي هني المشكلة. عشان كذي كل ما يبتدي يكبر الطفل، كل ما تبدأ تحس إنه هو عنده مشكلة، إنه هو ما قاعد يتواصل، ما قاعد يتعلم مهارات جديدة. فتلاحظ معظم الأمهات دائما تيجي تقول لي طفلي ما يتكلم. هذا أول شيء تلاحظه. طفلي أنا أناديه ما يرد علي، طفلي ما يلعب مع باقي الأطفال ومركز على شيء واحد يسويه. على سبيل المثال، مثلا طبعا هي في بعض الأعراض للتوحد مثل الرفرفة، رفرفة الإيد، هذه يسمونها تحفيز ذاتي، وهو يحفز نفسه تحفيز ذاتي. تلاقيه مثلا يلعب بألعاب وحدة، يعني عنده سيارة وحدة ماسك فيها، عنده نمط معين في حياته. يعني عفوا، يعني هل ممكن يكرر نفس الحركة لفترات طويلة مثلا؟ بالضبط، حركات تكرارية، وحركات تكرارية ما لها معنى، يعني حق اللي يشوف إنه ما لها معنى. يعني مثلا ممكن مثلا يمسك القلم ويطق على نفس المكان. أعطيك مثال عن ولدي فارس. ولدي فارس كان عنده أي شيء، مثل شايف القلم هذا نعتبره كأنه عود. نعم. أي شيء فيه عود، شايف العود اللي يشربون فيه أو قشة يشربون فيها العصير، أي شيء فيه مثل العود كان يمسكه ويبتدي يرفرف فيه. أنا بالنسبة لي طبعا غير النطة، لأنه كان صغير كان وايد يقفز إذا كان في استثارة بمعنى شاف قطو قدامه مثلا، ما يخافون. تلاقي اللي عندهم توحد ما يخافون، ما يخاف من حيوان قدامه، ما يخاف من سيارة، عندهم اندفاعية، يركض ما يخاف، فتلاقيه على طول ينقز عنده هذه القفز. كذلك عنده هذا العود بس ماسكه قدامه ويلعب فيه، إذا أخذته منه تجي له نوبة غضب. كذلك إذا يبي أشياء أو شيء يعوره، ما يقدر يأشر لي ولا أدري شنو فيه، ما يأشر لي، ما يقول لي أنا هذا الشيء يعورني، لأنه أوريدي أصلا عنده مشكلة في التواصل. نحطه مع الأطفال بطبيعة الحال يصارخون، وهو عنده حساسية بالصوت، فتلاقي يحط إيده على أذنه ويبتدي يصارخ. هل كل من هو مصاب باضطراب التوحد ينزعج من الصوت؟ فئة كبيرة منهم عندهم مشاكل حسية. هذا ما نسمع يعني غالبا، ودنا تأكدين لنا أكثر. أي أكيد. فئة كبيرة منهم عندهم مشاكل حسية. زين، هل هذه تعتبر مشكلة لمن مثلا لديه أحد الأبناء مصاب بهذا الاضطراب، أنه دائما يوفر له الهدوء، يوخر عنه أجواء الإزعاج؟ طيب أنت ما يطلع في أماكن ضجيج مثلا؟ أيوة بالضبط. أنت علشان طفلك ينخرط في المجتمع لازم أنه هو يتعود على كل الأجواء. يعني شنو إحنا أجواءنا اللي إحنا متعودين عليها الأسرية، الزوارة على سبيل المثال، الزوارة يكون فيها أطفال. نعم. يكون فيها أطفال، فتلاقي طفل التوحدي اللي عنده مشاكل حسية سمعية ما يقدر يتحمل، فتلاقي يصارخ ويسوي أزمة حق والدته. اللي قاعد يصير مثلا صار مع ولدي إنه يقولون إيش في ولدك دلوع مثلا، أو إيش في ولدك عودي، إنه هو يكون هم يجهلون هذه الحالة، شيء خارج عن إرادته، أو هو ما يقدر إنه يتحمل الصوت. كذلك لما أوديه الحضانة، نفس الشيء، الحضانة كلها أطفال يصارخون. في حتى أحيانا المعلمة تصارخ أو تعلي صوتها علشان تبي مثلا تخلي الصف ينتظم على سبيل المثال، ما يتحملون الصوت. في عندهم مشاكل حسية أخرى، إنه مثلا ما يتحمل جلده، ما يتحمل لباس معين، فتلاقي إن أنا ألبسه لبس معين يبتدي يصارخ. أنا ما أدري ليش يصارخ، ليش يبكي، ما يبي، لأنه مو متحمل هذا القماش. بعضهم ما يتحملون أن الماء أو درجة حرارة الماء معينة لازم تكون على أجسامهم، عندهم يسمونها المشاكل الحسية. طيب احنا ودنا نتكلم الآن عن التصرفات المشابهة لمن هو مصاب يعني اضطراب التوحد. هل الكل ينزعج من الصوت العالي؟ لا، مو الكل ينزعج من الصوت، لأن هذا التوحد يعتبر طيف. نعم. احنا نسميه طيف توحد. يعني أنا ممكن أشخص الطفل، كل الأطفال هذول كلهم عندهم صفات معينة مشتركة، أقدر أقول عنهم إن هم عندهم توحد، ولكن ما هي المشتركات؟ لا، لكن في درجات. في درجة بسيطة اللي هو يكون توحدي عنده بعض الأعراض، ولكنه قابل للتعلم، قابل للتأقلم. طبعا هذا يكون مع التدريب، لأن تدربه من يوم وهو صغير. بعضهم يكون لا، الحالة عندهم شوية أصعب، الاضطراب عندهم أقوى. فتلاقي هم حالتهم شديدة، فيكون معها بعض الأعراض شوية صعبة. إنه يكون عندهم أحيانا تأخر ذهني، وإنهم يعني غير قابلين للتعلم. فتحاول قد ما تقدر إنك أنت تصحح بالتدريب السلوكي بعمر صغير. كل ما بديت بعمر صغير كل ما الطفل يبتدي يتطور. بمعنى يتطور شنو؟ أنا أبي تقل الأعراض، هذا المقصد. تقل الأعراض أكيد، لأن
وهذا راح يريح أيضا كل ما ولي الأمر في يتعلم المستقبل. مهارة جديدة كل ما الأعراض عنده تبتدي تقل. ممتاز جدا. يعني نقدر نقول أنه ممكن من هو مصاب باضطراب التوحد إذا اكتشفت حالته مبكرا ورحنا إلى أناس متخصصين في هذا المجال واستمعنا إلى بعض الاستشارات والتوجيهات، ممكن من خلالها نعمل تدريبات مستقبلا تفيده أفضل من إهماله. هذا أكيد. أصلا أنا أدعو أي أم تلاحظ أن ولدها عنده مشكلة، طبعا إحنا موجود يعني مشكلة تطورية، أنا طبعا أتكلم إنه إذا كان متأخر بالكلام أو لاحظت أن عنده سلوكيات غريبة، ترى المراكز الصحية ممكن تسوي على طول تحويل حق الطب التطوري، لازم توديه بأسرع وقت ولا يصير عندها نوع من النكران. أنا وايد شفت أمهات قعدت معهم، أنا واحدة منهم، كان عندي نوع من النكران أول ما ولدي فارس تشخص، لأن أنا يمكن جزء منها أن أنا ما كان التوحد معروف، ما حصلت هذه المساعدة، بس بنفس الوقت أنا كنت بعدني صغيرة وكان قدامي مستقبل، كنت حاطة في بالي أن أنا بسوي تخصص كبير، فاعتبرت فارس بالنسبة لي عائق. نعم. كذلك كان شوية ضغط المجتمعي، يعني حوالي مثلا كانوا أمي خواني أخواتي يقولون ترى إحنا عندنا الصبيان عادي يتأخرون بالكلام، أنت ليش توسوسين موضوع توسوسين؟ لا أنا ما أوسوس، فوق أن أنا أنا بعد طبيبة وتخصصي هذا، فكنت عارفة أن فارس مو طبيعي، أنا عارفة أن فارس عنده بعض التأخر النمائي الغير عادي اللي كان يبين نتدخل بسرعة. نعم. لذلك أنا أدعو الأمهات اللي يلاحظون هذا الشيء يبادرون بسرعة أن يبتدون وياه، أن يعرضون على أخصائي وبعدين تنحط له خطة عمل. جميل جدا هذا الحديث، وأيضا سيكون لنا استكمال لما تفضلت فيه في هذه البداية من برنامج إشراقة أمل. طبيب استشاري في وزارة الصحة الدكتورة هدى علي المهدي. سنأخذ معك هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. ازرع تباشير السعادة بيديك، واكتب بإصرارك جميل المعاني، خلي الأمل ما ينثني عن مباديك، وانثر تفاؤلك وتطيب الأماني. اضحك مع لحن الفرح هذا يغنيك، محلى تفاصيل الفرح والأغاني، عيش الحياة وغيم حلمك يغطيك، يسقي لياليك انت فيها تعاني. شير السعادة بيديك، واكتب بإصرارك جميل المعاني، خلي ما ينثني عن مباديك، وانثر تفاؤلك وتطيب الأماني. روحك سمات لا خيب الله مساعيك، موعودها أيامك بحلوة ثواني، نبض الأمل في كل لحظة يناديك، طموحك الأول ولا صرت ثاني. واكتب بإصرارك جميل المعاني، خلي الأمل ما ينثني عن مبادئ، وانثر تفاؤلك وتطيب الأماني. درب الطموحات العظيمة يسليك، والياس ما يلقى بقلبك مكاني، لا تلتفت للحزن واحذر يخليك تدفع ثمن لحظات صارت أماني. شير السعادة بيديك، واكتب بإصرارك جميل المعاني، خلي الأمل ما ينثني عن مباديك، وانثر تفاؤلك وتطيب الأماني. إشراقة أمل أسبوعياً عبر أثير إذاعة دولة الكويت، قصص نجاح، تحديات وإنجازات، ذوي الإعاقة، همة لا ترضى إلا بالقمة. إشراقة أمل، حكاية نجاح وإنجازات لأبطالنا من ذوي الإعاقة.
عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دولة الكويت، ولا زال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور طبيب استشاري في وزارة الصحة الدكتورة هدى علي المهدي. دكتورة هدى، نرحب فيك مجددا. يا هلا يا مساء. طبعا استمتعنا كثيرا في هذا الحديث في بداية هذا البرنامج لتلخيص هذه الحالة وتسليط الضوء على اضطراب التوحد، وكيف يعني ممكن لنا أن نكتشف من خلال التصرفات العامة والأولية أن هذا الإنسان أو هذا الطفل هو مصاب بمرض التوحد أو اضطراب التوحد كما تفضلت في بداية الحلقة. لكن بعد العودة من هذا الفاصل أيضا ودنا نسلط الضوء بشكل أعمق حول هذه الحالة إن كانت موجودة فعليا لدينا في المنزل. إذا رزقها الله بمولود أو مولودة واكتشفت أو شكت في هذه الأعراض، مجرد شك فقط، قد يكون هو مصاب بهذا الاضطراب أو قد يكون هي أيضا تأخر طبيعي مثلا أو غير طبيعي. احنا الآن شنو التصرفات أو الخطوات الأولى التي يجب أن تتخذها الأم للتأكد من سلامة هذا الموضوع؟ هو أول شيء أنا دائما أثق بنظرة الأم ياد قالت لي أنا حاسة أن ولدي فيه مشكلة، أنا راح أصدقها على طول. بعدين نقيم ونشوف. طبعا هي مثل ما قلت مساعة إن الأم إذا شكت إن طفلها عنده مشكلة لازم تعرضها على أخصائي. الأخصائي منه بيكون أخصائي طبيب الأطفال في تخصص الطب التطوري، كذلك في أخصائيين اللي هم مختصين أصلا لاكتشاف هذه الحالات. طبيب التخصص الطب التطوري قال لها ترى إحنا شاكين أو إحنا شايفين، طبعا هو على العمر، طبعا الطفل كل ما يكون أكبر شوية كل ما تكون الأعراض أوضح، بس لما يكون أصغر شوية كذلك في بعض التطور اللي مو مقبولة. يعني أنا طفل عمره 2.5 أو 3 سنين في تطور معين لازم أنه هو يكون يسويه، إذا ما يسويه أو ظهرت عليه بعض الأعراض أنا أقدر أقول هني أن الولد ممكن يكون مصاب بطيف التوحد. أول شيء الحين أنا بتكلم كأم ما بتكلم كطبيبة. أنت اكتشفتي، أنت قالوا لك هذا الخبر، أنت لازم في البداية ردة فعلك تكون اللي هي ردة الفعل الطبيعية اللي هو الصدمة. طبعا أنت عشان تعرف ردود الأفعال تجاه أي خبر سيء، عندنا ردود أفعال هي عادة صنفت إلى 4 ردود أفعال. أول شيء الصدمة، بعدين الإنكار، وبعدين الغضب، بعدين التقبل. لا تطول فترة الإنكار، لأن فترة الإنكار هذا شيء، طبعا الصدمة هذا شيء طبيعي. فترة الإنكار أنا نصيحتي حق كل الأمهات لا تطول، لأن كل ما تطول كل ما الطفل تضيع عليه من عمره أيام وشهور وسنين. في هالفترة هذه كان ممكن إنك أنت تستعملينها إنك أنت تخلين الولد يتطور. نعم. الشغلة الثانية إن الحين أي ولدها يعني يشخص بالتوحد ترى محظوظة، لأن بال20 سنة اللي فاتت في الأيام اللي كان فيها فارس تشخص بالتوحد ما كان معروف، وما حصلت المتخصصين وما حصلت حتى النصيحة المناسبة. اشتغلت عليه بروحي، وبنفس الوقت ما كان في حتى مراكز أنا ممكن أوديها عشان تساعدني أو توجهني. للتأهيل على الأقل. للتأهيل أكيد، لأن التوحدين لازم ينحط لهم برامج، وكل طفل يختلف عن الثاني. يعني أنا ممكن نفس ما قلت لك أعطيك هذا التشخيص، لكن بالأخير يكون تعامل معاه مختلف، كل واحد له خطة علاج مختلفة. الحين هي بدأت خطة العلاج. أنا لاحظت وايد أمهات تودي طفل للمركز وتعتمد على المركز. تدريب طفل التوحد إحنا مثل ما نقول 24/7، يعني 24 ساعة وهو معاك بالبيت. في أشياء لازم يتعلمها أنت مسؤولة عنها. بالمركز تشوفين هم شنو يسوون خطة العلاج وتواصلينها. طبعا أنا الكلام هذا أقوله كلام عام، لكن في بعض الأمهات عندهم بعض الظروف. إحنا الحين أمهات عاملات، صح؟ في أمهات ما يقدرون إن خاصة بالوضع الحالي يعني ماديا الزوج يشتغل والزوجة تشتغل ويلا يلحقون على المصاريف. خاصة المراكز اللي هي تعنى بالإعاقة دائما مكلفة. ففي هذه الحالة أنا أقول لازم تحصلين لك نوع من الدعم. والدعم وين موجود؟ إحنا عندنا الحمد لله التكافل الاجتماعي وايد عالي، فممكن الدعم يكون من الأم، من الخوات. طبعا أنا لاحظوا أن أنا ما يبطاري الزوج في البداية، لأن يمكن الأم قد يكون بعيد. مو بعيد، لا بالعكس. أنا لاحظ أن تكلمت عن دائما الأم لأن هي اللي عندها العاطفة إن هي تبي ولدها يكون أحسن واحد، ولكن هذا مو معناته ما يشيل العبء من على الزوج. يعني نعم. أنا كنت جدا محظوظة أن زوجي من الأشخاص اللي دعموني دعم كبير. هو كان عنده ثقة كبيرة فيني، مو بس لأني أنا دكتورة، كان لأن عارف أن أنا ممكن أهتم في ولدي اهتمام وهو يمكن ما يقدر يسويه، ولكن للأمانة كان داعم لي دعم كبير. كان هو يطلع لي ريفرنسز، يشوف لي وين أحسن مركز ممكن. أول كتاب طلبته كان هو طلب لي من أمازون سنة 2001 اللي هو اللي بديت مع ولدي فارس، كان من هذا الكتاب Dealing with Children with Autism. كان يستحمل أوقات الغضب مالتي، كان يستحمل الأوقات الحزن اللي أنا كنت أحزنها. كان وجود طفلي التوحدي اختبر علاقتي مع زوجي، فهذه كانت يعني نقلة نوعية كلش في حياتي معه. لذلك الأم والأب اثنيناتهم يتشاركون بالمسؤولية في علاج هذا الطفل التوحدي، لأن بالأخير هم ولدهم، هم اللي جايبينه، يعني نوع من الشراكة اثنيناتهم. الشغلة الثالثة وهي المهمة إن موضوع الغضب. أنا ممكن أغضب من المجتمع لأن المجتمع ما قاعد يتقبل ولدي. يمكن موضوع التقبل هذا بالنسبة لي مهم. الحين صار فيه مراكز ممكن تتعامل معه،
ما عندنا إن شاء الله أي مشكلة في وضع خطة لطفلي التوحدي. الحين أنا عندي مشكلة كبيرة من الأمهات اللي أنا يعني تقريبا في سنة 2005 أنا سويت يسمونها مجموعة دعم للأمهات. كانت شوية استنزفت من طاقتي، لأن أنا لاحظت أن الأمهات كان معظم كلامهم ينم على أنهم مو متقبلين، أن يعني يلومون المجتمع، أن المجتمع مو متقبل أولادهم. طبعا أنا ما ألومهم أبدا أبدا، لأن أنا مريت في هذا الوضع. لكن لما نتكلم عن التقبل، أول شيء هل أنا متقبلة ولدي هذا ولا لا؟ إنزين، شنو معنات التقبل؟ أول شيء ما راح تفرق عندي المسميات، ولدي ذو إعاقة ولا ذو احتياجات خاصة ولا من ذوي الهمم. قعدت مع أمهات وايد ما يرضون إن أنا أقول معاق. ليش ما ترضين إن تقولين عنه معاق؟ أصلاً شنو تعريف الإعاقة؟ الإعاقة إن أنا ما يكون عندي القدرة إني أقوم بمهارة معينة أي شخص طبيعي ممكن يسويها. طبعا احنا الحديث في هذا الأمر عميق جدا، وأيضا كونك إنسانة متخصصة يعني ودنا أيضا نأخذ منك بعض التوجيهات أو الإرشادات يعني في الدقائق الأخيرة من البرنامج. ما بقى من وقت البرنامج إلا دقيقة أو دقيقة ونصف. شنو حابة تختمين في هذا المجال؟ ونعدك إن شاء الله أن تكون هناك أيضا تتمة لهذه الحلقة للحديث أكثر وأعمق حول هذه الحالة وهي اضطراب التوحد. إن شاء الله هي مو إرشادات كثر ما هي تهوين للأمهات. كوني أنا أم لشاب توحدي، لا تحاتون. التوحد الحين أصبح معروف والناس بدأت توعي عنه، قام فيه الوعي شوي بدأ يزيد، في مراكز متخصصة للتعامل مع هذه الفئة، وكل اللي مطلوب منكم إنكم تتقبلونه. تقبلوا أطفالكم، المجتمع راح يتقبلهم. هذا اللي أحب أقوله. نعم. طبيب استشاري في وزارة الصحة الدكتورة هدى علي المهدي، شكرا لكم. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله. تقبلوا تحيات فريق العمل: مطير المطيري، محمد مزيد، سارة الصفار، دلال زيد. برنامج إشراقة أمل للمخرج عبد الله الكندري.